السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة شابة بزاف تاع العسل المنزلي الناجح 100%، خاصة اللي ما يعرفولوش ويقولوا لي ما راش ينجح لنا، راه يخسر لنا. اكسبري درت هذه الطريقة باش اللي يخسر لها العسل وما نجحلهاش كيفاش دير تعالجه وترده نورمال. نسحقو كيما مداري. هنايا انا درت 2 كيلو تاع سكر، مع اطرو تاع ما، ودرت 2 براش كيما راكم تشوفوا تاع ليمون. يعني هاد المقادير مضبوطة. خلطت درت الماء، لتر ماء فيه 2 كيلو تاع سكر، كيلو الاول والكيلو الثاني. خلطتهم مليح مليح ودرت لهم هادوك 2 سنينات ولا براش تاع الليمون، وخلطته مليح وخليتهم في النار فوق النار عادية، نار عادية. خليتهم يتخلطوا مليح 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 مليح، يجي هو في الاول اللون تاعه يبان ابيض كما راكم تشوفوا في الصورة. بعد ما يدخل له الحموان شويه، هذاك السكر يزيد يذوب في الماء ويولي الشكل تاعه ولا اللون تاعه كيما راكم تشوفوا دروك. فوالا هذا هو، خليته يطيب 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 حتى اللي ولا لي كيما راكم تشوفوا تكرمل لي. هنا غير راها شويه، راه الظلمه راه في الليل راني نخدم فيه، بانت لا كولور تاعه كيما هاك. كي يتكرمل لك السكر قد العسل قدام لي يولي مر، يعني يتكرمل فقط. صحيح حسيتيه بديت كرمل وقلتي خسر لي وضاع لي، ما تروحي بعيد ما والو. تحكمي شويه ما وتقعدي تطيفي الماء. كي تضيفي الماء ننصحك اختي باش تبعدي وجهك باسكو يطلق واحد الفقاعات وكلشي، وقعدي تخلطي. هو يبان لك خفيف بصح كي يبرد يولي عادي يتقال وكاع. ديري قعدي تسيي باش تعرفي باش تبرديه بالخف. تحكمي ملعقه من العسل وديريها فوق طوبسي كما راك تشوفي، تفرغيها في داك الطبسي وتبرديها بالخف باش تشوفي القوام تاعه. لا راه ثقيل يعني صاي راه برد، يبرد بالخف في طبسي مغرف وحده تبرد. لا راه ثقيل ولا تزيديه شويه تاع ما، يعني نتيا الماء قعدي تزيدي بشوي باش ما تنحشيلكش باش ما يخفافلكش. هذا مكان ويجي لون تاعه شباب والذوق تاعه شباب. والله ما راني زيد عليك، تخليه عام يقعد لك كيما راه، يقعد لك كيما راه. شوفوا هنايا قلت لكم راه الليل وراني دايره كميه كبيره لاباس بها، علاه بها لا كولر تاعها راه تبان لكم كيما هاك. بصح كي تحطيها شوفوا لا كولر تاعها كي راها تبان صاي. كي تحطيها في ال في الصحن، شوفي كيفاش تحطيه كي تبان لا كولر تاعه، اللون تاعه ولا كولر. هنايا خدمته في الليل وخليته يبرد في خاطره في الصباح باش وريتكم هاد لا كولر. يعني برد، يعني ضمنت باللي ما يبس لي ما يتقال ما والو. راه نيشان هذا هو. فوالا هذه هي، هذا هو القوام اللي كنت باغيته. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، هذه ناجحة. ما كان لا تقولي لي ما خرج ليش، لا يبس لي، لا خرج لي بيض، لا والو. هذه هي الوصفة الناجحة 100%. جربتها شحال من خطرة وصادقة. اللي عنها عسل وراه بيض وما خرج لهاش مليح تعاود ديره فوق النار وطيبه وتتبع كيما هكا. نتمنى تجربوا الوصفة ومع السلامة.